الموضوع الأول على شوية عيال عاملة نفسهم زملكاوية. الأول يا جمهور الزمالك يا عظيم يا اللي بالملايين، الأسئلة اللي هسألها دي حضراتكم اسألوها لي. كل عيل ماسك الموبايل ومستخبي ورا الموبايل وعمال يدينا نصايح، ماشي، وعمال يشتمنا، ماشي كويس. انت عارف انت بتكلم مين؟ ده مين؟ ده خالد لطيف امين الصندوق، ده انا رئيس نادي، ده جمال عبد الحميد، ده احمد جلال. خلاص انت عرفنا. حضرتك بقى مين؟ يعني اول قول لي حضرتك اسمك ايه؟ اسمك بعجر؟ ماشي يا بعجر. حضرتك مؤهلك ايه؟ حضرتك ثقافتك ايه؟ حضرتك خبرتك ايه؟ احنا في المجال الرياضي، احنا دلوقتي بنتكلم مجال الرياضي، مش هقول لك خبرتك ايه في القانون وخبرتك ايه في السياسه والاقتصاد واللي بيتكلموا ده كان هو اللي هو علاء ناجي كان مدير مكتب الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، تمام؟ وعارف انا كنت بتكلم في السياسه والاقتصاد كله الحمد لله. دي خبرتي، انا راجل كنت رئيس نادي سياسي في الجامعه. فانا بسال سيادتك حضرتك بقول لي عشان بس يعني اعرف اتفاهم معاك. حضرتك عمال تديني نصايح، يا عم ماشي، بصفتك مين؟ لا بصفتك جمهور. لا حضرتك مش بتدي نصايح، لان الجمهور ما بيديش. الجمهور بصراحه محترم، هم 10 12 عيل على قدام الموبايلات وعاملين صفحات، اعمل ده انت مين؟ حضرتك مثلا جمعيه عموميه انتخبتنا كلنا كده وبتحاسبني. طب وحضرتك لما تيجي تحاسبني لو انت عضو جمعيه عموميه، طب عضو جمعيه عموميه جاب مرتضى ب 92 لغايه دلوقتي، وكل دول بيجوا لغايه دلوقتي جمعيه عموميه بتجيبنا عضو مجلس اداره ثم رئيس نادي ثم رئيس ثم رئيس، وكل الناس كده على فكره. حضرتك مين؟ انت مش جمهور. يا جماهير الزمالك يا محترم اساله دول مين؟ دول بقوا لعنه في نادي الزمالك، لعنه. هقول لك لعنه ليه؟ خد عندك. وهنوصل بقى ليه دلوقتي احنا اللعنه. هات فيريرا. فيريرا جبنا فيريرا اتشتم، مش فيريرا. اسامه نبيه، جه اسامه نبيه اتشتم، مش اسامه نبيه. محمود علاء شتيمه، مش محمود علاء. اوباما شتيمه، مش اوباما. زكريا الوردي، مش زكريا الوردي. رئيس النادي، مش رئيس النادي. فاضل مين؟ لا قولوا لي فاضل مين؟ فاضل مين ما اتشتمش؟ انتوا يا جماهير الزمالك يا محترم اسالوا العيال دي مين؟ مين دول؟ دول لعنه على النادي. استحاله يكونوا جماهير الزمالك. وبعدين اخر 2 لعيبه زيزو فاشل، واللجان شغاله فاشل، مشوه. ما هو ده زيزو. لا طب ضيع ضربه جزاء، ده كريستيانو، اسمه كريستيانو ولا اسمه ايه اللي يضيع ده؟ ولا ميسي؟ كله بيضيع. لا بس زيزو جاي في الدستور ما يضيعش. ده زيزو معشوق الجماهير. اتفضل مع زيزو، هات لنا زيزو، جبت زيزو، لا مشينا زيزو. انتوا مين؟ يا جمهور الزمالك يا عظيم اسالوا العيال دي انتوا مين؟ اختصاصك ايه؟ صفتك ايه؟ ثقافتك ايه؟ مؤهلك ايه؟ عشان تتكلم معانا او يتكلم معاكم. اسالوهم. خلصنا من زيزو ورؤى، ماشي. رؤى شال النادي فتره كبيره، هنفترض انه مستواه، هفترض تمام. ماشي. رؤى يتشتم ليه؟ يعني فاضل مين يعني فاضل مين؟ لغايه ما وصلنا للراجل المدير الفني الجديد، ما بقالوش اسبوعين 3 فاشل، مشوه. هنجيب حسام، لا ده ابراهيم، لا محترم طبعا حسام مدرب كبير يعني. لا الراجل بتاع السحر والجن والشعوذه اللي بيبرق بعينيه، مجرد ما بيبرق كده بعينيه الفريق التاني كان بيكسب. ايه ده؟ انتوا مين؟ انتوا مستخبيين. انتوا مين؟ انتوا مش جمهور زمالك. جمهور الزمالك ما احنا بنقابله في الشوارع، بنقابله في المحاكم، بنقابله في المطاعم، بنقابله في المحافظات، بنقابله في البلاد العربيه، بنقابله في اوروبا، في امريكا، في استراليا. ده جمهور الزمالك حقيقي. انتوا مين؟ انتوا عايزين ايه من النادي؟ دي موضه جديده انك عايز تبقى واصي على مجلس الاداره وعلى المدير الفني وعلى الجمعيه، واصي على كل دول. بقول لك انت اللي عامل نفسك عشان يقول لك ايه ده؟ قال الجمهور بتاع ده. انا بقول للجمهور بتاعنا الحقيقي اساله قول له انت مين؟ انت مين؟ فبصراحه الموضوع زايد عن حده.
وبقى مقرف جدا جدا، والناس كلها زهقت، ومجلس الاداره زهق، الجهاز الفني زهق، وعين كل اللعيبه زهقت. في ظروف ايه؟ الجهاز الفني اللي قاعد ده بقى له كام شهر ما بطش. ده هقول لكم مصيبه حصلت امبارح، اللعيبه ما بتقبضش. فبدل ما تروحوا للبافندي اللي حاجز على ارصده 100 مليون جنيه، وقلت لكم قبل كده كارثه هتحصل. الحساب فيه 2 مليون دولار كنا شايلينهم علشان شيكابالا، القضيه بتاعت سبورتنج لشبونه. احنا سددنا جروس وسددنا محمد ابراهيم، سددنا الكل. خلاص؟ عملوا لنا مشكله مع اشبونج مونج جينا نبعت القسط الثاني، ولا نبعت القسط الثاني اتحجز، ما هيتوقف القيد. احنا في كارثه. يا اللي عاملين نفسكم زملكاويه، يا اللي مفاضيين للشتيمه وقله الادب والسفاله والتجرمه، انتوا مين؟ يا جمهور الزمالك يا عظيم اسالوا دول مين؟ ما تقوليش قله، وللاسف القله دي بتقود عيال صغيره وماشيين وراهم. جه فرجاني ساسي امبارح عمل حوار، كان المفروض يعمله في قناه الزمالك، قلت لهم لا، عشان لو اتكلم يعني قال كلمتين في حقنا كويسين هيقول لك ما قناه الزمالك. فراح في قناه الاعداء، ايوه دي قناه احمد موسى العدو الاول لينا، تمام؟ قال اللجنه ولولا اللجنه وجابوا لي طارق حشيش وعملوا فيا كده، والاستاذ مرتضى كان بيتعامل معانا كويس باحترام. يا نهار ابيض، فرجاني ساسي وتونس بتتشتم من امبارح. يا جماعه في ايه؟ حد بس يقول لي في ايه؟ يعني فرجاني ساسي بيتكلم عن نادي الزمالك بشكل محترم وارجع في اي وقت وبعدين هو اللي محتاج الزمالك، ده بيتعاقد مع نادي قطري، وبعدين هو اللي محتاج فلوس ولا محتاج شهره. ده فرجاني ساسي كنتوا بتحلفوا بيه، دلوقتي لا. هو اتكلم كويس عن مرتضى ونادي الزمالك، يلا المجتمع شغل المجتمع، يلا ايه ده؟ انت مين؟ او انت مين يا بت؟ عايزين نعرف انتوا مين؟ لغايه ما وصلنا بقى المرحله بقى خلاص بقت هنا. طيب احنا ريحنا نفسينا وقعدنا في البيت، واعتذرت انا واحمد امير. احمد كان في اسبانيا في رحله علاج، قطع عشان يروح تونس ويشوف يخلص المشاكل بتاعته، وربنا كرم الولاد والبنات لما وصل المركز الثاني في الظروف دي، العيال ما بتقبضش والبنات تاخد افريقيا. وامير ظهره وعنده طارق خده وداه المستشفى، سافر المرة نشوف ايه في ظهره. خلاص احنا شفنا الويل في النادي، شفنا الويل تاني، شفنا الويل انا وولادي. انا اتسجنت وقضيت في رمضان في السجن ده، وليا عتاب عند معالي النائب العام المحترم. يا معالي النائب العام، احنا بنتشتم كل يوم 24 ساعه، احنا واسرتنا ونادينا وناس كتير من المجلس بتشتم. حضرتك في 240 بلاغ عند معالي السيد الاستاذ المحترم رئيس نيابه العجوز. حضرتك بعد اذن سيادتك سؤال، ليه البلاغات دي ما بتتحركش؟ اللي ضد الخطيب واللجان بس. انتهى الادب والاحترام، والاحترام والتقدير، ومش هصطدم في يوم من الايام لا بالنيابه ولا بالقضاء، فوق دماغي. احترامي للقضاء، وانا قلت قبل كده ده البيت اللي انا اتربيت فيه، ده البيت اللي اتعلمت فيه يبقى عندي كرامه وكبرياء، امتداد اللي اتربيت في بيتي عند ابويا في حي شعبي زي ما بيقولوا فرج وشبرا. القضاء والنيابه اتعلمت يعني ايه اسبق المحافظ وانا معاه النيابه، علموني كده، اوعى محافظ يسبقك. فبعدين سيادتك عايزين نشوف البلاغات اللي بقالها سنتين وثلاثه موجوده في الدرج. ومعالي وزير الداخليه بسال سيادتك سؤال، انت عارف طبعا بحبك جدا واحترمك جدا. في ولد اسمه احمد سعيد، ده واخد 28 سنه سجن نهائيين عشان اخوه ظابط ما بينفذش، وبيطلع في البرامج عادي، والناس بتشتم فينا لغايه دلوقتي. فبعد اذن سيادتك نشوف القصص دي بمنتهى الادب والاحترام كمواطن. انا راجل مواطن، لا رئيس نادي ولا عضو برلمان ولا اي حاجه، انا مواطن مصري، من حقي اسال، تمام، ومن حقي اعاتب، وانا هو بقول له عتاب، وبقول لحضرتك لو انا كذاب في دي او في دي خلاص، اشاعه اخبار كاذبه والقانون بيقول كده. ف مشتمه شغاله 24 ساعه. طب معالي وزير الشباب والرياضه، كان دلوقتي المكالمات اللي كان بيني وبينه كان معانا على الخط الواحد السيد، معالي وزير الشباب والرياضه. هو حضرتك مش انا قبل ما اطلع من السجن انا اللي خدت الساعات، انا الفلوس اللي جات لي وديتها 150 مليون، انا اللي برعت من النادي 30 مليون و500، تمام؟ وانا اللي اتحبست. حضرتك عملت بيان صغير قلت من بكره
طالع اللي من بكره هيغلط في حد حساب عسير يسعى خلاص هنحاسبه. تمام. اعتقد ده البيان ده كان انا مقصود بيه، فانا طلعت طبعا لاني ذكر واسد قلت ده احنا كنا ده شيف بلجيكي وميه سخنه وميه ساقعه وبتاع، فخيبت ظن كل اللي كانوا مستنيين انا اغلط. لان مش هغلط في بلدي ولا مؤسسات بلدي حتى لو ظلمت فيها. تمام. وحضرتك مش شايف عادل القيعي بيقول ايه؟ حضرتك مش شايف خالد مرتجي بيقول ايه؟ حضرتك مش شايف قناه الاهلي بتقول ايه كل يوم عننا؟ حضرتك مش شايف التريقه اللي علينا كل يوم من المسؤولين في النادي الاهلي؟ حضرتك مش شايف دول ولا البيان كان معمول لنا؟ وانت يا استاذ كرم جبر وحضرتك مش متابع دول ولا البيان ده كان معمول مقصود بيه؟ ما انت والله كده اكدتوا ان انا كنت مقصود بالبيان. مش كده؟ فالمهم يعني نتمنى ان الكفه تتعدل قبل ما نتكلم في موضوع الفيفا. لكن انا ما ينفعش يا جماعه اقول انا عايز الماتش ده يجي لي يحكم لي البنا، نجيب لك البنا يا باشا. مش ده البنا اللي بوظ الماتش بتاع السوبر وركبك على بيراميدز؟ طب انا عايز الواد في واد اسمه القفل ولا كوليني حاجه كده، والواد قايم من الكشف زعلنا حاضر يا باشا. ايه المشكله؟ انت تؤمر. طب من فضلك يا اتحاد الكوره محمد عادل ده واخد موقف من الزمالك هو اللي هيحكم. طب من فضلك البنا ده واخد موقف مننا هو اللي هيحكم. طب من فضلك هو ده. طب انت فين يا حازم امام؟ انا لو منك في زمالك استقيل، لان ده محسوب عليك انت، لانك المسؤول عن الكوره في اتحاد الكوره. انت المسؤول. هتقول لي هاب مسؤول، هاب لاعب كوره. هتقول لي بركات مسؤول، ده بيلعب راجل في النادي الاهلي. هتقول لي دينا مسؤوله، هتقول لي جمال علام راجل ما شاء الله ما شاء الله ربنا يديله ويزيد. انا في الكوره. انت المسؤول. انت اللي سابنا ليك البهدل. ودينا شفنا الماتش بتاع البنا عامل فيه ايه. وفي نفس الوقت عامل معاهم ايه؟ يا راجل ده ولد ابنه شوبير ركب على الواد الاجنبي بتاع ركب فوق وضربه في وشه وبالركبه ووقعه في الارض، والواد هو اللي خد الحكومه. مش كده. ده الواد اسلام محارب، بس عايز اسلام محارب يدوق. كان بيقعد يتطاول على الزمالك اصل انا اهلاوي، ما كان بيلعب في الاهلي تقريبا لعب فتره. خلاص ده جابوا هو اتنين ياسر ابراهيم اللي كان غلبان قطه مغمضه ويطلع يقول الاهلي بيظلمنا والحكام لما كان في الزمالك. دلوقتي بيضرب الناس طبعا محدش بيعاقبه. مين هيعاقبه؟ مين هيعاقبه؟ هو جمهور الزمالك المحترم العظيم مطلوب ايه؟ مطلوب العدل. مطلوب العدل. ينفع ان قناه اون فيها شوبير عاملها قناه اهلي، وشلبي عاملها قناه اهلي، وابراهيم فاي عاملها قناه اهلي، ومدحت عاملها قناه اهلي. طب يا جماعه هو في كده في الدنيا اون؟ هو في كده في الدنيا؟ وبعدين ابعت لكم جواب رسمي اقول لكم من فضلكم البطوله الافريقيه بتاع الكره الطايره بنات وولاد افريقيا، بطوله هي افريقيه، زيع عندك، زيع عليها في البوتاجاز. والنادي الاهلي في مالي، لكن دي في تونس قريبه، في مالي تذيع له في الباسكت على القناتين امبارح قول واحد وقول اتنين. ومش عايز زملكاويه يحسوا بالقهر. ما هو القهر ده يولد الانفجار. انتوا مش واخدين بالكم. سيبكم من شويه العيال بتقل ادبها دول من الزملكاويه، خلاص احنا عرفنا دول اي كلام، عيال بتقل ادبها. تمام؟ ما هو القهر يا جماعه هيولد الانفجار. واحنا بقى الفرق بين واحد يقول لا خلي بالك دي بلدنا، مؤسسات بلدنا، اوعى تغلط، البلد مش ناقصه. في واحد بيقول لك يلا انزلوا اشتموا. هو مش شوبير ده ولاد التاني اسمه ايه؟ ابو الليف ده. اللي عبد الناصر الزلمي سماه ابو الليف. مش الاثنين طلعوا، لا الواد اللي هو اسمه ام المعاطي. مش طلعوا الاثنين قال لك في صاله في النادي الاهلي بتاعت الامير المحترم كانوا بيتدربوا ازاي يشتموا جيش الشرطه. حد عمل لهم حاجه؟ خالص. اوعى اترعب. تقول لي اتحاد الكوره مرعوب ليه؟ لا مرعوب قوي، لانه ممكن يمشي الصبح. لان انا قلت قبل كده في المؤتمر اللي فات انا ما عنديش اي مشكله مع الدوله المصريه بكل مؤسساتها حتى اللي ظلمني فيها. انا عندي مشكله مع دوله الخطيب ودوله ممدوح عباس.
والخطوره بتاع الدولتين ان اللي بيساعدوهم مش باينين. انت بتفاجأ بقرارات وحاجات بتطلع لك. هي دي الدولتين. لكن دوله ما عارف ده دي مؤسسه القاده وده مجلس النواب وده الشرطه وده الجيش، تمام، خلاص دول باينين قدامي. انما دوله ممدوح عباس اللي عمل كل اللي عايزه محدش بيجي ناحيته. انت مش شايف مين اللي حاميه ومين اللي وراه في دولته. نفس القصه محمود الخطيب. يعني تركي الشيخ المحترم يطلع يقول دي عصابه بره وانا يقول عليها الشريف العفيف انا اللي بتحبس. ف يعني احنا وصلنا لمرحله يا جماعه وادي قلنا ده احنا شايفينه. والراجل زي ما قلت راح طلع في قناه يعني هنعتبر مش هقول له حاجه يعني ضدنا. هم كانوا فاكرين هيطلع بقى يعني الراجل طلع مؤدب محترم اسمه. نرجع بقى للسؤال اللي انا سالته، هو حضرتك مين؟ قول لي. اوعى تلعب الصور. واحنا على فكره قبلها بيوم واخدين قرار هنا، وانا حرصت ان انا انزل جزء من القعده بنفس اللبس عشان تاني يوم لما نذيع قرارنا ما يقولكش لا ده هو عمل عشان احنا ضغطنا. لا، ما بنضغطش علينا يا بابا خالص. مجلس محترم جدا جدا جدا، تمام. طيب عملنا يعني مشينا من الصوت، اعتذرنا بخطابات رسميه. اتكلمت عن الواحد السيد والولاد طالعين على المطار اهو قاعد موجود اهو. قلت له عبد الواحد قول للولاد يلفوا ويرجعوا. مش هناخد كاس على حساب كرامه نادي. ودي ما كانتش اول مره، قلت قبل كده حتى في الماتش بتاع عادل عبد العظيم قعدت نادي الله يرحمه نبيل نصير، كنتوا موجودين جنبي في المنصوره عشان يجيب اللعيبه. بص قبل الماتش اعتذر، لعبت الماتش دقيقه لو مشيت ابقى جبان اكمل للاخر. قبل الماتش اطلع يا نبيل لما شفنا فيلم عادل عبد العظيم واحنا متفقين، كنت انا ومعلم المستشار الجناب ابراهيم الله يرحمه وكان حسن حمدي موجود وطبعا اللي هو حرب الدهشوري في مكتب الدكتور عبد المنعم، واتفقنا عادل عبد العظيم لا، جمال صدقي لا. هم معترضين على جمال صدقي، احنا معترضين على عادل عبد العظيم. اتعمل فيلم في الملعب كالمعتاد، ونزل علي جبراسيل باين كان حكم من الامارات اسمه ايه؟ علي جبراسيل صح كده كويس لسه فاكر. تمام؟ واتعمل فيلم وجمال الغندور في حته وده في حته، وفجاه لقينا ده يطلع نبيل، اطلع يا فاروق طنشه، يا عم اطلع انت وهو. لغايه انا قلت القصه اللي هو محمود وجدي كان مدير وحسن كان صاحبي انتوا كنتوا موجودين. قال لي في حد عايز يتكلم معاك بس فين؟ قال لي في الصالون. دخلت الصالون اتقفل بالمفتاح. الماتش بدا في التلفزيون. قال لي تعالى بقى نتفرج على الماتش انا وانت هنا في التلفزيون. تمام؟ ده الذكر اللي من زمان. خلي بالكم. وماتش المقاصه وماتش الاهلي بتاع المطر والسيول كل ده برضه لا. وحنفي يا ابني امين انت عيب لما بتقول انا رئيسك حنفي. هو حنفي بقى انا ولا غيري بقى؟ خلاص ما بان مين حنفي.